في منتهى الروعة للمنتخب النيجيري. ما درتي حلاوتي قليل اللي عارف، ولكن صاروا قضية احتمال إعطائهم عقاقير منشطة من المشروب ديال مشتقات الحليب ووضعهم في المنطقة المختلطة، فالصحفيين الجزائريين تهافتوا عليهم. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. غنشوفوا تاني هذوك الكراغله الشوهه اللي داروا في تيران فاش خسروا مع نيجيريا وما تقبلوش الخساره رغم ان نيجيريا ربحوا بنزاهه ب2-0 ولعبوا احسن منهم، والماتش كامل نيجيريا دارت الجزائر ضغط رهيب. وايضا فوز برشلونه كاس السوبر الاسباني على حساب ريال مدريد رغم ان التحكيم لم يكن عادل تجاه فريق برشلونه. دخلت عليكم وجه الله، واش هاد الصحفي السهل تقول عليه صحفي؟ تخيل دابا اللاعبين ديال المنتخب المغربي من بعد الفوز ما بغاوش يهضروا مع الصحافه، وهادشي من حقهم، ولكن سمعوا معايا اشنو غادي يقول هاد الصحفي اللاعب صلاح الدين. اسمع عافاك المغاربه كاملين كيدير لنا بحال الدري الله يعطيه. سمعتوا المستوى؟ والله الا زعما لا حشومه وعيب، حيت عندنا هاد الصحافه في البلاد. كيفاش لاعب ما بغاش يعطيك كلمه تسبوا بهاد الطريقه هذه؟ واش هاد اللاعب في نظرك ما عندوش والديه، ما عندوش خوتو، ما عندوش ما عندوش الحق يسب اللاعب حيت ما بغاش يدير معاه استجواب، وهذا كيبين على ان النيفو ديال هاد الصحفي هذا طايح بزاف، لانه ما يقدرش ما يخصوش يعايرو لانه عايرو قدام الكاميرات وكلشي كيشوف والفيديو تبارطاجا. ولا غادي يطلع لهم هذا الفيديو ويشوفوه ويسمعوا واحد كيسب فيه ويتنمر عليه. وهذا الشيء علاش حتى الركراكي فاش كان في ندوه صحفيه وسولوا علاش اللاعبين ديال المنتخب ما كيبغيوش يعطيو الكلمه ديالهم الصحافه، ها علاش هذا هو السبب. اذا سبب من الاسباب ان اللاعبين ما كيبغيوش يعطيو تصريحات للصحافه المغربيه. لهم اللاعبه هما براسهم ما بقاوش كيبغيو يهضروا مع الصحافه حيت عندهم درجه ضعيفه، وفاش كيحاولوا يعملوا مجهود باش يعطيو الكلمه الناس كتسخر منهم وكتبقى تضحك عليهم. ودابا حتى الصحافه ديالنا تبارك الله عليها ها انتم كتسمعوا شنو كيقولوا على اللاعبه، وهذا الشيء طبعا كيبين على الرداءه ديال الصحفيين اللي عندنا في المغرب. وطبعا ما كنعممش، راه ماشي كلشي، كاين اللي كيخدم بضمير وبنزاهه، اما بحال هذا اسمح لي راه ما يستاهلش ديك البطاقه الصحافه على هذا المستوى اللي كيهضر به. راه ماشي اللي جاي يهز الميكرو ويقول على راسو الصحفي، اسمح لي. ومن الواجب المسؤولين تدخلوا باش ياخذوا شي اجراء ضد هذا الصحفي اللي ما يستاهلش يتقال عليه صحفي باش يتربى. راه من العيب وحشومه من الصحفي يصدر منه هذا الشيء. بالعكس راه خاص الصحافه تكبر بولاد بلادها وباللاعبين ديالها. اللاعب جاي يمثل بمنتخب بلاده بكل فخر، ويجي واحد ينقص منه ويتنمر عليه ويسبه، حشومه كاع. مسخوط لامين كيصور لعابة الريال وكيطلع عليهم. يضيع ابراهيم انطلاقه من ايوبي. ناض مشى في حاله ما قدرش يكمل، صافي الثاني زيدان وينوض وشا. هدف في منتهى الروعه، هدف في منتهى الروعه للمنتخب النيجيري. قبل ما يمشيو من اكادير كيدوروا كيتبرعوا.
الممر الشرفي للاعبين ريال مدريد فاش كانوا غاديين ياخذوا الميداليات ديالهم، ولكن فاش لاعبين برشلونة كانوا غيمشيو باش يتوجوا بالكأس، فلاعبين ريال مدريد شوف اللقطة هنا ديال لاعبين ريال مدريد غادي ينسحبوا اثناء فرحة لاعبين برشلونة في القميص كيفاش حتى داروا في القميص. اللي عارف، ولكن صاروا قضية احتمال إعطائهم عقاقير منشطة من طرف الأطباء الروس الذين كانوا يشرفون على المنتخب في تلك الفترة، ما نتج عنه انعكاسات خطيرة تمثلت في إنجابهم لأطفال معوقين. نزيد نوري اللي ما عارفينش وبركة من التضليل. بوحان الخاوي. نبداو باول نجمه ديال 1990 فاش نظمت الجزائر البطوله وقالوا لهم هذا الكاس ما يخرجش من هنا. ناضوا بدلوا الطاقم الطبي الجزائري كامل، غادي يجيبوا طاقم طبي من روسيا تيعطيوهم المنشطات في الماكله. طائهم كما كتسمعوا خداو المنشطات باش كانوا فازوا هذاك الكاس. عقاقير منشطة من طرف الأطباء الروس. ألكسندر تابارتشوف اعترف في تصريح سابق لوسائل إعلام جزائرية بأنه أعطى منشطات للخضر. من اللي فازوا باللقب ضد نيجيريا غادي تزادوا عندهم أطفال ذوي احتياجات خاصة وبقاو العواقب ديال دوك المنشطات على اللاعبين من بعد فاش ولاو عندهم أبناء، زادوا عندهم ابناء معاقين ذهنيا وجسديا. هاد الهضره ما خرجتهاش من راسي، ماشي لعاب، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، انما 9 ديال اللعاب. كنت انا قاسي سعيد، شعيب محمد، لارباس، كان ميلودا كويسي، كان تمساني. قالوا لي فيه رياضيين في رياضات اخرى عندهم معوقين، عندهم ابناء معوقين. من كاس العالم ديال 1986 وهما كيتناولوا المنشطات، وقال لك حتى في رياضات اخرى من غير كره القدم. من بعد اللعابه قالوا كون فرصنا هذا الشيء ما عندنا ما نديروا بالكاس. ودابا في 2026 نيجيريا كتنتقم. نيجيريا لعبات كره بشهاده من مدرب الجزائر، اللعابه ديال الجزائر، وبشهاده المدرب واللعابه اعترفوا باللي ان نيجيريا
كانت احسن منهم بزاف في الماتش واستحقت الفوز بكل نزاهه. الجميع الا المشجعين. شو على حاله داروا تجي انت تغوت في المدرجات وتقطع الاوراق النقديه ديال المملكه المغربيه اللي كيعاقب عليها القانون وما درتو حتى محاوله. ديروها محاوله. صفر محاوله ولا نقولوا التحكيم زيرو محاوله. ما دازش كاع هذا الكادر. مارت الكور طلع مع المشجعين كيشجع واقيلا. وضربه جزاء باش فضحتونا ما فيهاش ضربه جزاء. علاش؟ ضربات الركبه هي الاولى عاد طلعت اليد. الا كتفهم في التحكيم علاش ما رجعوش للفار؟ يرجعوا للفار فاش دخلت الكره حتى هي يشوفوها واش دخلات كامله ولا لا. نقولوا ما دخلاتش كامله. بغينا نشوفوا الفار. حنا نيجيريا بغينا نشوفوا الفار. وتخيلوا معايا القجع غادي يشري نيجيريا اللي صعيبه باش يلعب معاها ويخلي فريق ضعيف بحال هكا فابور. طويلة كما كنت مضغوط ما تدوي شوفوا البلاده بغيتوها الشريان. اجيو معايا النجمه الثانيه اللي عندهم في القامه. الحكم الزامبي اللي شريتوه في النهائي ديال 2019 ضد السنغال. عرفتوا دابا الحكم ديال السنغال كيخرج داكشي اللي فيه. 3 ديال ركلات الجزاء ما عطيتوهاش للسنغال وكانت باينه. الاولى ضربات في اليد ديال اللاعب الجزائري ماشي مشكل، والاخرى عطيونا ديال ساديو ماني بالساق اولا ومن ثم يدخل بالورك ليصدم اللاعب ليمنعه الاعتراض بالتلامس. نلحظ كلا اللاعبين، نلحظ الاولى والثانيه. هذه الاولى بجوج دخلوا عليه من قد يرى، ومن ثم الحالة الثانية على بن سبعيني رامي. نلحظ يذهب بساقه أو على الساق اليسرى لماني ومن ثم يصدمه ويعيق تقدمه واعتراضه بالجسم بالتلامس. ما رجعش للفار الحكم الزامبي. شنو نقولوا؟ وهذه راه باينه ماشي حتى بحال ديالكم. ها هو هذا وهاد الزوج هذا اللي راهم هنا هذوما حليليين وعشناهم وزيدوا نجيبوا الثالثه كيدخل في بلاد فيها منطقه. شنو غديو هنا؟ غتديو النجمه الثانيه. فاش غتديوها ولا حيت مولفين هكا تجيو عندنا التيرانات وكديروا هكا. انا حط لكم دواصاكم كاملين. علاه خايفين من الحكم السنغالي؟ يعني دابا هاد جوج نجمات اللي عندكم وباش فرحانين وباش صدعتوا لينا راسنا صرفوهم ويعطيوكم حتى المربع الذهبي ديال كاس العالم. واي حاجه قلتها دخلوا تاكدوا ورجعوا كومونطيو ليا واش كاينه هضرتي ولا ما كايناش. رفعت الجلسه. بسبب نسيطروا حليب ودانون. البارح الصحافه الجزائريه مباشره بعد نهايه المقابله داروا الهيلاله في لازون ميكس. انا غنسمعكم التصريح ديال الزميل ديالنا الصحفي المغربي واللي حكى الواقعه لانه القضيه كبرات. فضيحه ناضش قال لك على منتجات الحليب ودخلت الشرطه ونحو هذه الامور. المهم قلت لكم بسبب هذا الشيء كيفاش الواقعه غنسمع عليكم. حطوا لهم نسيطروا الحليب، حطاتها لهم الكاف الصنيديق، بداو وفي الاخر الاخوان ديالنا الزملاء ديالنا من الجزائر من وكاله الانباء الجزائريه والقنوات الخاصه بداو تيشتفوا برجليهم. فالشيء اللي خلى الشرطه بطبيعه الحال تدخل والحمد لله انه المغاربه بعقلهم. وقع بالضبط هو انه واحد الشخص كنظن من الكاف خرج واحد المجموعه ديال الصناديق ديال واحد المشروب ديال مشتقات الحليب ووضعهم في المنطقه المختلطه. فالصحفيين الجزائريين تهافتوا عليهم لدرجه انهم بداو كيتخاصموا بعضياتهم. وهذا الشيء راه انتشر في واحد المجموعه ديال الفيديوهات. بداو كيتخاصموا على دوك المشتقات ديال داك المشروب. واحد الصحفي جزائري مني شافنا انهم لفتوا الانتباه ديالنا وبقينا كنشوفوا فيهم ويقول لهم راه بالعاني حطوا لكم هذا الشيء هذا باش نتوما تخاطفوا عليه. اسمع الصحفي فاش شاف داك الشيء كان الكاميرات هذا قال لي لا راه بالعاني حطوا لكم داك الشيء باش تخاطفوا عليه وشوهوكم زعما صوروكم. في هذيك اللحظه هما يهاجمونا كيف صدقوا هاجمين على الصحفيين المغاربه. كيف ما كيبينوا الفيديوهات اللي انتشروا في مواقع التواصل هاجمونا بواحد الطريقه بحال كاينين في الغابه. تعرضنا للضرب، تعرضنا الحمد لله انه المغاربه بعقلهم.
غتكون مباراة صعبة لأن نيجيريا عندهم واحد الهجوم خطير. نتمنى إن شاء الله خير. واش هاد المستوى وعلى نيفو كي داير وعلى بشر كي داير على ماتش ديال الكره منوضين هاد الحاله هادي كضحكون فيكم عباد الله. الملايين ديال البشر متبعين هاد الكان هنا راه في واحد اللقطة مشجع جزائري غيصفر لكي وولكي وكيشوفوا الحقيقه ديالكم. والله ما كتمرقوا بالله وافراقي كيطيروا فين تبانوا نتوما وخرجوا بكل روح رياضيه متقبلين الهزيمه. الجمهور ما دار هادشو هادي واخا خسروا واخا تقصاو. شوف انتم صحابتكم نتوما ما اسبانيا كاع وليتو طامعين في الفينال تيقتوا راسكم اكثر من القياس. صدماتكم نيجيريا وليتو كتخربقوا. راه ما كاين لا مؤامره ولا لهم يحزنون. الفرقه ديالكم اللي ضعيفه وعيانين صافي خسرتوا لبدوها وتكمشوا تخربيق. الفلوس الماتش مبيوع. تفرج قال لك الماتش مبيوع. شو على بيت كيدير بالراس. الماتش مبيوع. شوف على مشى خليتها للصالون. بيت ديال طلب الجول ومارك عليه. هذا الماتش مبيوع هذا ولا نتوما عزيز عليكم البكا. تسيرت ناس اللقطة اللي داروا لهداك ديال الكونغو هو رجع عليهم اللعب اللي استهزئوا به هذاك المشجع. بينو وبينكم بارك صافي حبسوا من البكا. راه الناس كامله عرفتكم كتبكي وجزتوا شواتوا في هذا الرقم. باي باي. كان هذا هو نهاية الفيديو الخوت. ما تنساوش تخلونا الرأي ديالكم في كومونتير ونتمنى ان شاء الله الفوز المنتخب المغربي. كتبوا امين في كومونتير. والسلام عليكم ورحمة الله.